السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم قناة الخبر مع المذيع. معاكم أخوكم أحمد. بتمنى إن شاء الله إن الفيديو بتاع النهاردة يعجب حضراتكم، فيا ريت تتابعونا للنهاية وما ننساش كلنا إن احنا نذكر الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاعنا النهاردة مهم وبشكل كبير جدا لأن جايب لحضراتكم أكتر من خبر. الخبر الأول هيكون من عند الجماهير الأوغندية. مشجع من مشجعين منتخب أوغندا بيوجه رسالة مهمة جدا جدا لبعض الإعلاميين المغاربة اللي تطاولوا على منتخب الجزائر الشقيق. بصراحة عمل رد فعل قوي جدا جدا وعلق تعليق مميز جدا جدا، هنجراه مع بعض وإن شاء الله يعجب حضراتكم. وقبل ما أبدأ في أي حاجة أنا بشكر المشجع الأوغندي ده على روحه الرياضية العالية جدا جدا. أما الخبر الثاني فهو من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي بيصدم أيضا الجماهير اللي بتعاند وبتحاول ان هي تسب منتخب الجزائر الشقيق. النهارده الكاف بيوجه رساله مهمه جدا جدا لمشجعين الجزائر وايضا لعيبه منتخب الجزائر الشقيق. مش رساله واحده، دول رسالتين، وهنرد ايضا على اشباه الاعلاميين اللي تطاولوا مره اخرى على الجزائر، ولكن المره دي مش على منتخب الجزائر، المره دي على حكم من حكام الجزائر المتواجدين في البطوله. فيديو مهم جدا وكلام مهم، فتابعونا للنهاية وإن شاء الله الفيديو يعجب حضراتكم. وهوجه رسالة مهمة جدا جدا للعيبة منتخب الجزائر الشقيق للمحليين. أول رسالة هوجهها لهم: أدوا مباراة كويسة أمام منتخب أوغندا وفازوا ب3 أهداف مقابل لا شيء. نقفل الصفحة ونبص على المباراة اللي جاية. عندهم مباراة يوم الجمعة أمام منتخب جنوب أفريقيا هتكون صعبة جدا جدا، لازم أقل شيء يفوزوا فيها، ومش عايزين النتيجة، مش عايزين الأداء قاسي. يعني أهم حاجة ال3 بونت عشان نضمن إن شاء الله الصعود للدور القادم. ولكن اللي أهم من كده إن احنا نقفل صفحة مباراة أوغندا بحلوها وبمرها. خلاص 3 بونت نقفل عليهم ونبص على ال3 بونت اللي بعدهم، لأن احنا بنلعب في دور المجموعات ويلزمنا إن احنا نحقق أكبر عدد ممكن من النقاط. فرسالتي للعيبة الجزائر: كل اللي حصل في مباراة أوغندا نقفل عليه ونركز في الماتشات اللي جاية. عندنا بطولة شغالة لازم نفوز فيها، لأن البطولة ديت مهمة وبشكل كبير جدا جدا، زي ما قال المدير الفني لمنتخب الجزائر الكابتن مجيد بوجرة بعد مباراة أوغندا والجزائر. نروح بقى على الاتحاد الأفريقي واللي عمله الاتحاد الأفريقي مع منتخب الجزائر عقب انتهاء المباراة. الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وزي ما قلت لكم في الفيديو بتاع تحليل المباراة، ان الهدف الثالث لمنتخب الجزائر هياخد افضل هدف في البطولة. والنهارده الاتحاد الافريقي بيرد عليا وفعلا بيثني على الهدف اللي سجله لاعب منتخب الجزائر، الهدف الثالث في منتخب اوغندا. هدف فيه كل حاجة في كرة القدم، في جماعية، في حرفنة، في كل حاجة انت عايز تعرفها وعايز تشوفها وحابب تشوفها في كرة القدم. الاتحاد الافريقي على صفحته الرسميه كتب ايه بقى عن هدف منتخب الجزائر؟ جايب الهدف في فيديو وكتب وقال: اعاده تشغيله ثم اعاده تشغيله مره اخرى، ما اجمل هذا الهدف. طبعا هنا الاتحاد الافريقي بيثني وبيشيد بهدف منتخب الجزائر. فعلا يا جماعه والله العظيم الهدف ده يدرس لو عايز تعمل هجمه مرتده، يدرس لو عايز تسجل هدف، يدرس لو انت حابب كرة قدم جماعية، لان فعلا الهدف ده فيه حاجات جميلة جدا جدا للعيبة منتخب الجزائر انا بهنيهم عليها. وبصراحة والاداء ده بيعكس حاجتين مهمين جدا: ان اللعيبة عندها اصرار ان هي تأدي بشكل كويس وبينفذهم تعليمات المدير الفني لمنتخب الجزائر. والخبر الثاني اللي معانا ايضا من على صفحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الرسمية اللي اختارت افضل تشكيلة للجولة الاولى من بطولة افريقيا للعيبة المحليين. وتبص على الصورة كده تقول بسم الله ما شاء الله، تبص على الصورة تقول بسم الله ما شاء الله. ليه؟ لأن في 4 لعيبة من منتخب الجزائر الشقيق متواجدين في التشكيلة الرسمية للجولة الأولى من بطولة أفريقيا للعيبة المحليين. وده بيأكد لك ان في اصرار واضح جدا جدا من لعيبه الجزائر ان هي تركز في البطوله، وان شاء الله انا بتفائل خير وباذن الله يكملوا بشكل كويس في البطوله. 4 لعيبه زي ما حضراتكم شايفين من منتخب الجزائر بيتزينوا افضل تشكيله في الدور الاول من دور المجموعات لبطوله افريقيا للعيبه المحليين. طيب نروح بقى على اشباه الاعلاميين المغاربه. للاسف الشديد بيتطاولوا تاني على الجزائر، ولكن المرة دي بيتطاولوا على حكم
من حكام الجزائر. صفحة شوف تي في سبورت المغربية للأسف الشديد اللي مفيش عليها رقابة تماما من المغرب، عمالة ليل ونهار كده تتكلم بشكل مش كويس على الجزائر، ولكن احنا هنحاول ان احنا نرد عليهم بالعجل وبالمنطق، لعل وعسى ان هم يكون عندهم عجل ويفهموا ويميزوا ان مهما حصل بين الجزائر والمغرب من مشاكل سياسية، في الاول وفي الاخر الشعبين شعبين اشقاء واخوات وحبايب، وباذن الله ازمه وهتعدي. الصفحه الرسميه بتاعتهم ديت كاتبين عليها ايه بقى؟ مباراه تنزانيا وبوركينا فاسو في بطوله الشان، في الدقيقه 44 قرار خاطئ من الحكم لطفي بكوسه بتوجيه انذار لرقم 8 بمنتخب بوركينا فاسو والاعلان عن ركله جزاء غير صحيحه لتنزانيا. المدافع قام بالتنافس ولعب الكره ولم يعرقل المهاجم التنزاني. غرفه الفار لم تقدم المساعده الايجابيه. في الدقيقة 70 الهدف الثاني لتنزانيا سليم ولا وجود للتسلل. مساعدة إيجابية من غرفة الفار. منير مبروك حكم دولي صاب. أنا نتكلم عن اللقطة الأولى اللي هو بيشكك في قرار الحكم بتاع الجزائر، اللي هو بيقول لك احتسب ركلة جزاء غير صحيحة. طبعا النهارده في فار بيراقب المباراة من بره، لو الحكم خد قرار غير صحيح فالفار هيستدعيه وهيبدأ إن هو يناقشه في الموضوع وهيترك القرار في النهاية لحكم الساحة. ولكن الحكم اتخذ قرار باحتساب ركله جزاء والفار لم يستدعي حكم المباراة. معنى كده ان الفار شاف اللقطة وما شكش في قرار الحكم، عشان كده واصل اللعب وما استدعاش الحكم، وقرار الحكم الجزائري كان صحيح باحتساب ركله جزاء. ده انا بس برد بالعجل وبالمنطق على اشباه الاعلاميين اللي للاسف الشديد عمالين يرددوا كلام وخلاص، لعل وعسى ان هم يلاقوا حاجة يسترزقوا منها. وهنا بيقول لك في الدقيقة 70 في هدف لمنتخب تنزانيا سليم ولا وجود للتسلل. طيب حكم الساحة هنا ماله مال الموضوع؟ حكم الساحة هنا ماله مال الموضوع؟ مادام ان حامل الراية هو اللي رفع وبيقول لك تسلل، هنا حكم الساحة ملهوش دور في الموضوع ده. حكم الساحة ما هو الا عليه يحسب قرارات داخل ارضية الملعب، اما الاوفسايد والتسلل فديت مهمة حامل الراية وبيساعده الفار من بره. بس ده التعليق على الموضوع، مش عايز اكتر فيه، لان بصراحة الواحد يعني زعلان وبشكل كبير جدا ان اشباه الصحفيين دول واشباه الاعلام دول بيتكلموا بالطريقة ديت، والصحف والمواقع في المغرب سايباهم كده بدون اي رقابة. بصراحة لازم يكون في رد صارم من الاخوة في المغرب، لان ما ينفعش باي حال من الاحوال ان هم يتكلموا بالشكل ده عن الجزائر ومنتخب الجزائر وحكام الجزائر. نروح بقى على المشجع الاوغندي اللي علق تعليق مميز جدا جدا لمنتخب الجزائر وللجماهير الجزائريه. الهدف الثالث اللي سجله منتخب الجزائر اللي قلت لكم الاتحاد الافريقي اختاره كافضل هدف في الجوله الاولى من البطوله، مشجع من مشجعين اوغندا علق تعليق مميز جدا هنقراه مع بعض، ومستني ايضا اشوف راي حضراتكم في التعليقات على المشجع ده. المشجع بقى كتب وقال: هذه هي اللحظة التي توقفت فيها، لحظة لأصفق لكرة القدم الجميلة. الجزائر فازت بلا شك. احترامي. أنا قبل ما أتكلم وقبل ما أعلق على التعليق بتاع مشجع أوغندا، أنا بشكره جدا جدا على روحه الرياضية العالية، وفعلا يا جماعة الراجل ده محترم وبشكل كبير جدا لما يكتب كلام زي ده، ومنتخب بلاده مغلوب ومتأخر ب3 أهداف مقابل لا شيء. ولكن الهدف نفسه اللي سجله لعيبة الجزائر بيجبرك إن أنت تقف وتسقف لهم، لأنه هدف جميل جدا جدا زي ما قال مشجع منتخب أوغندا. تاني بشكر المشجع ده على روحه الرياضية العالية جدا جدا. وبالمناسبة يا جماعة جماهير الجزائر دخلت على الصفحة وشكرته، وكان في حب ومودة بين الجماهير وبعضها، وده شيء كويس جدا جدا، عكس الناس التانية اللي طالعين وبيقولوا ان منتخب الجزائر ما اداش مباراة كويسة وان الظروف ما كانتش مساعدة منتخب اوغندا. في ناس بتفهم كورة وبتبدأ تعلق، وفي ناس بتردد وخلاص. على العموم بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.